اشمعنى يعني اسبوعين؟ عشان يبقى عندها استعداد نفسي. ازاي يعني؟ يعني يبقى عندها نفس للجواز. وايه اللي سدد نفسها ان شاء الله؟ هي طول تاخد ابني ده برقبتها غيرش البخت بس. هي قالت حاجه يا ماما؟ البنت عايزه تتعرف عليكم. ايه يا اختي؟ تتعرف علينا؟ ليلى هي كانت ناقصه تعارف؟ ما هي جت هنا كذا مره وكانت على قلبنا في المستشفى. بس دلوقتي الوضع اختلف، هيجوا يعيشوا معانا هنا، لازم نتعود عليها وتتعود علينا. انت عرفت منين انها هتيجي تعيش معانا هنا؟ ما هو ده الاتفاق اللي بينها وبين عبد الوهاب اخويا. يا اختي اسم الله عليه راجل. شفتي اهو انت كده طمنتي قلبي شوفي بقى اما ابقى داعيالك. امال يعني يا ماما فاكراهم هيعيشوا فين؟ ما هو طبعا هيعيشوا هنا. بنت انت سمعتي الكلام ده بودانك ولا على الطاير كده؟ بودني يا ماما بودني. ما جابولكيش سيره اي سكنه بره؟ سكنة ايه بس بره يا ماما؟ هو عبد الوهاب معاه فلوس؟ ابوك يديه. ابوك يديله؟ بابا لا هيدفع له لا ابيض ولا اسود. ليه يا اختي ما يدفعلوش لا ابيض ولا اسود؟ ما يشبهلكوش ولا ايه؟ ما مدي كل واحده فيكم عقمه قد كده ولا ده مش ابنه؟ يا سلام، ده الضفر اللي بيطيروا برقبتكم انتوا الاربعه. اهدي يا ماما اهدي، انت مش عايزه عبد الوهاب يجي ولا ايه؟ انا برد على الهبله. بقول لك دلوقتي انت اخوكي فين؟ اظن سبتيه بقى هناك يسرسبوه كده ويسحبوا، احنا عرفنا بيهم دول يا بنت. دي الدكتوره خيريه اللي بتدرس لي في الجامعه، وجوزها الدكتور مؤنس، وقريبهم حسين، ده انا حتى اول مره اشوفه، باين عليه جنتلمان على الاخر. ده هو اللي وصلني هنا. ايه ده؟ لوحدك؟ لوحدي ازاي؟ كان معانا عبد الوهاب اخويا طبعا. واخوكي فين دلوقتي؟ خرج مع حسين صاحبي. ده باين له ابني ده. بابا مساء الخير يا اولاد. مساء الفل يا بابا. مساء النور يا بابا. عبد الوهاب خلاص خطب. على بركه الله. البنت نظيره كانت معاهم وهي اللي قالت لنا. ليه؟ انتوا ما رحتوش معاه؟ لا يا بابا، اصل الموضوع كان على الضيق. ما قالش هيقعد فين؟ البنت نظيره سامعاه بودانها بتقول هيقعد معانا هنا. طيب يبقى نديله اوضه نفيسه جنب اوضته ونفتحهم على بعض. ان شاء الله يخليك يا عبدو، زين ما فكرت. بس كان واجب برضه ياخدكم معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. كاتو. حلوة حلوة. المندوق التاني ده مربى. حلو حلو دول. الله أكبر. هو فين؟ أنت فين؟ الو الو، استنى اللي بتتكلم يا لوفا، انت اللي على التليفون، اللي على التليفون استنى عشان انا باكل الجاتوه. لوفا ايه يا خالتي ما رديتيش ليه؟ هو لوفا معك فين التليفون؟ كله بقول كده. الو ايوه يا ماما ازيك؟ الحاجه واللي بتسلمي لي عليها وحشتني قوي. حاضر. ازيك يا حاجه؟ حاضر يا خالتي. وزي الحاج وحشاني والنبي. خلاص حقك عليا. حاضر. ايوه يا ماما. ايه؟ لا يا ماما تعبانه قوي، طول الليل بطني زي ما يكون فيها حاجه بترفصها. ها؟ ما يا خالتي قالت لي كده برضه. جابت كلامي عشان تصدقيني. ايه؟ عبد الوهاب خطب؟ وانا هيبقى عندي خبر منين بس يا ماما؟ مش كان المفروض تقولي لي؟ ولا يعني خلاص عشان بقيت مش معاكم؟ فوق يا خالتي، فوقي فوقي. ايه؟ وكمان خد نظيره معاه؟ ليه بقى؟ هو انت مش امه واحنا اخوات ولا ايه؟ طب وبابا ايه رايه في الموضوع ده؟ اكيد زعل، ما انت عارفه يا ماما بابا مش بيبين حاجه. وكمان هيقعدوا معاكم في الشقه؟ اسكتي، ده انا كنت هجون دمك كانت هتروح فيها دي يا نوفا او ربنا. بس البت نظيره بقى طمنتني. لا لا لا، مش راي الخواجاي، ده راي اخوك يا عبد الوهاب. انت عارفه ويقدر يستغنى عني؟ حبيب قلبي، حنين حنيه. يعني ايه؟
يعني مش هتعرفي تعشريها يا ماما؟ بقى معقولة هتعشري خواجاية؟ بصراحة بقى أنا من يوم ما شفتها وأنا مش مستريحة لها. معاكي حق يا نوفة يا حبيبتي، دي حية أمريكانياية. حاضر يا خالتي. على العموم يا ماما بقى هو حر. حر ده يعني ايه حر يا اختي؟ خلاص يا خالتي خلاص. اما شوف بقى يا ماما، هيعزمنا يوم فرحه ولا يعمل زي الخطوبة؟ ومين اللي هيروح فرحه؟ عليا النعمة ما حد هيعبره. ماما ابقي تعالي لي، انا محتاجالك. طيب مع السلامة انت دلوقتي. حبكت يعني؟ شفتي اللي حصل؟ اخ يما، شفت يا اختي، شفت وسمعت كل حاجة. وقال ايه؟ راح الخطوبة هو ونظيرة بس. تلاقي العقربة الأمريكانية هي اللي ميلت دماغه من ناحية أهله. عشنا وشفنا الرجالة تروح تتجوز من غير أهلها. يا خالتي، وناويين يقعدوا مع ماما وبابا في البيت. طبعا هتعيش في عز ونغنغة، دي بنت داخلة على طمع. بس اللي عايز أعرفه الحاجة إزاي توافق على كده؟ لا، إذا كان على ماما دي هتبقى مبسوطة قوي إن عبد الوهاب هيقعد معاها. أخص عليك يا حاجة، أخص عليك يا حاجة، أصل أمك دي طيبة وعلى نياتها. بس أنا بقى مش مستريحة للجوازة دي. ومين اللي مستريح يا نوفة؟ بس أنا هعمل إيه وأتصرف إزاي في الحكاية دي؟ قوقي، شغلتيلي القواية يا اختي، قوقي. ياما نصحتك، ياما وعيتك، ما سمعتيش كلامي لحد ما جت البيت الامريكانيه لطشته منك. كفاية بقى يا ماما، كفاية، حرام عليكي. ده اللي انت فرحه فيه، كفايه يا ماما، كفايه، حرام عليك. مش كان زمانك دلوقتي عايشه في العز والهنا ده كله؟ أنا عمري ما فكرت في الحاجات دي خالص. امال فكرت في ايه يا نوم؟ كنت بتفكري في ايه يا حبيبه امك؟ البنت الامريكانيه تطلع انصح منك انت يا بطه، تطلع انصح منك. انما حول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الوهاب يا ابن فاطمه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيد يا كشري. صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا، ازيك يا نظير؟ ازيك يا حسين؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت هنا بتعمل ايه؟ الله، ما انا عضو هنا في النادي. هو عبد الوهاب ما قالكيش؟ صحيح، هو دايما كان بيقول انه بيروح النادي معاك. وانت هنا لوحدك ولا ايه؟ لا، معايا صاحباتي. ما انا كمان باجي النادي هنا تفلق عليك. طب ما تيجي اقعدي، واقفه ليه؟ لا، مش هقدر اقعد عشان معايا صحابي. خلاص اطلب منهم يجوا يقعدوا معانا. مش هيبقى فيها مضايقه بالنسبه لك؟ بالنسبه لي انا طبعا ما فيش مضايقه، وانا طول اقعد مع بنانيت حلوين زيكم كده. قول كده بقى، انت منهم ولا ايه يا استاذ حسين؟ هو في برضه حد يا نظيره يكره الجمال؟ وبعدين انت هتفضلي واقفه كده بقى ولا ايه؟ اتفضلي اقعدي، كويس ان انا شفتك. خير؟ يعني في حكايه كده عايزه ادردش معاكي فيها. حكايه ايه بقى؟ في ايه؟ اصل انا بصراحه كنت عايز اكلمك بخصوص عبد الوهاب وروزالين، قصدي امينه. هما مش اتفقوا، يبقى هنوجع دماغنا ليه بقى؟ شكرا. دقيقة واحدة لو سمحت. نظيرة تشربي ايه؟ اشرب شاي، ميرسي. هو انت طالبة شاي؟ لا، ما ميرسي طب حضرتك. الشاي ده بتاعي اصلا. معلش، ممكن تطلب شاي هنا من فضلك. على حسابها. يعني انت دلوقتي مالكيش اي تحفظات على الجوازة دي؟ ما هو بصراحه اي كلام تاني هيبقى تدخل مني او منك. هو عاجبها وهي عاجباه، يبقى خلاص هنوجع دماغنا ليه بقى؟ غريبة جدا. عارفة رغم انك صغيرة لكن عاقلة قوي. اصل انا وارثه العقل ده عن بابا. مظبوط طبعا. عبد الوهاب بيقول لي ان والدك بيقول نفس الكلام. انما ما قلتليش بقى، انت بتدرسي ايه في الجامعة الامريكية؟ اداره اعمال. علشان كده عملية جدا انت. بس انا لما عرفت ان الدكتورة خيرية بتدرس لي قلت اكيد بتدرسي علاقات عامة. ما هي العلاقات العامه دي ماده مهمه قوي لاداره الاعمال. الله، اهلا اهلا يا حسين. اهلا. ازيك يا حسين؟ ازيك يا استاذ خيريه؟ انت هنا من بدري ولا ايه؟ شافتني قاعد لوحدي صعبت عليها، جت قعدت معايا. بقول لك ايه، بنت عمتك هي اللي عطلتني، انت عارف مواعيد. مش كنت قاعده مع امينه في البيت مستنيين عبد الوهاب، ولا عايز العريس يجي يلاقي العروسه قاعده لوحدها في البيت؟ الله، جرى ايه خيريه؟ انت بقيتي حما بقى بحقه حقيقي ولا ايه؟ يعني عبد الوهاب اخويا عندكم دلوقتي؟ لا، ده كان جاي ياخدها، هو زمانه عندكم انتوا دلوقتي. ما قالش يعني انه جاي عندنا؟ لا، ما هو دلوقتي بيقول كل حاجه لحماته.
خلاص عملتوني حما.